بس كده يا صاحبي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. القطايف شيء أساسي على طاولة فطار رمضان. يلا بينا نبدأ. هبة نزلت بكوباية دقيق وربع كوباية سميد ومعلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح صغيرة وخميرة فورية، ونزلنا بكوبايتين مية وضربناهم. هنا كانت المية كتير فرجعت حطيت ربع كوباية دقيق وضربناهم كويس قوي، وبعد ما خدنا القوام ده غلفتها وحطيتها على جنب ربع ساعة. في خلال الربع ساعة ديت هنعمل الشربات. هنزل بكوباية مية وكوباية سكر وأدربهم، وبعد ما يغلوا هوطي عليهم وأعصر عليهم نص ليمونة وأخليهم على جنب. لازم يكونوا باردين عشان أستخدمهم. والحشو بتاع القطايف نزلت بميكس مكسرات وزبيب وتمر وكمان رشة قرفة وضربناهم، وبعد كده حطينا شوية من جوز الهند. والحشوة التانية للقطايف العصافيري أنا استخدمت جبنة سوفت وعليها معلقة عسل كبيرة وكمان جوز الهند. ونقدر كمان نبدل حشوة الجبنة، ممكن نحشيها قشطة. وقبل ما ننزل بالقطايف أول مرة في الطاسة هندهنها الأول زيت. احنا هندهنها أول مرة بس، بعد كده مش هنحتاج ندهنها خالص. فهننزل واحدة واحدة في الطاسة على القطايف بالحجم اللي انت تحبه، كبير صغير زي ما تحب خالص. وتعرف القطايف بتاعتك معمولة صح إن هي تكون محمرة من النص ومن الأطراف، مش واصلها النار أو لسه طرية. والجزء ده مهم جدا لأن ده اللي هيقفل لنا القطايف وهنضمن اللي هي ما تتفتحش مننا وإحنا بننزلها في الزيت. ولازم كمان تكون متغطية كويس عشان تفضل طرية معانا. هننزل بالزيت على النار وهنبدأ نحشي القطايف بتاعتنا ونتأكد تماما إن هي مقفولة مرة واتنين. ده بالنسبة للقطايف اللي هنقليها في الزيت. أهم شيء وإحنا بنقليها في الزيت تطلع من الزيت السخن على الشربات البارد. لازم الشربات يكون بارد جدا عشان ناخد القرمشة المطلوبة. أما بالنسبة للقطايف العصافيري فهنحشيها بالجبنة، وكمان هنحط عليها شوية مكسرات نفس الشكل ده. وطبعا دي مش هنقليها، وكمان مش هتحتاج تضيف عليها شربات لأن هي فيها العسل. لكن لو انت محتاج تكون مسكرة زيادة تقدر تحط عليها كمان. فهنقلي القطايف بتاعتنا، وزي ما قلنا هنطلعها على طول في الشربات البارد. وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب تعجبكم. بس كده يا صاحبي. وفي نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم.